1 hour later. لا بعد اذنك معلش غير لي دي بواحده بيبسي دايت لو سمحت، ولو مفيش دايت هات لي 7 اب عشان بخسس بس. سيبني في حالي يا عم، كل ما اجي اقف على الميزان الاقي نفسي يا اما ثابت يا اما بزيد، مع ان انا مقلل اكل خالص، ما باكلش الا هي مره واحده بس في اليوم. سيبني يا عم، هدومي كلها صغرت عليا. لا 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 نشتري هدوم جديده. طب ليه توصل نفسك للمرحلة دي؟ شوية الحاجات اللي انتوا شفتوها دي نقطة في بحر كبير جدا من مشاكل أذى نفسي بيعيشوا صاحب الوزن الزايد. تعالوا معايا اقول لكم الناس دي بتعاني من ايه. ناخدها تدريجي كده. وانت لسه في البيت بتلبس علشان تنزل، عايز قرار جمهوري علشان تلبس الشراب، عايز معجزة سماوية علشان تلبس الجزمة، وبعد كل ده ما بتسلمش من كلام الناس وتريقتهم وتنمرهم عليك. الصبح رايح تركب مواصلات، كرسي الأخير للأسف طلع حظك إن أنت اللي هتروح تركب عليه. السواق يبصلك من بعيد كده، باشا يا تستنى العربية اللي بعدها يا تيجي تركب قدام معايا وتاخد الكرسيين. نفسيتك بتتضايق. تروح محل لبس علشان تشتري هدوم، تلاقي معمول لك ممر شرفي اللي عمال يبص عليك، موجود من اول الاكس سمول لحد التلاتة اكس، وانت مش لاقي برضه مقاساتك. طب خلاص اروح من على نفسي شويه، انزل العب كوره، كل الفرق اتقسمت وحضرتك واقف جوه. ويا سلام بقى، مش هنخلى من الكلام اللطيف من الناس اصحاب العقول البدائيه. هو طيب بس يعني مليان حبتين، احلى حاجه فيه انه تختوخ، لهو على خدوده كوتو كوتو كوتو. لا ما تقبلش ابدا على نفسك تبقى كده. ده للاسف بعض المواقف اللي هتقابلها في حياتك، اللي احنا لسه ما اتكلمناش على الاثر السلبي بتاع زياده الوزن على صحتك انت. خد عندك من الاسباب الرئيسيه والمهمه في الاصابه بمرض السكر وامراض القلب، يا نهار اسود، سوء التغذيه وعسر الهضم، الشعور الدائم بالكسل والخمول، واللي بسببها بيبقى فيه امراض لا حصر لها. مش عايزين نتكلم في التفاصيل بتاعتها قوي، احنا عايزين الحل. زي ما انا عودتكم ان انا باجي اقدم لك حلول معنوية وحلول علاجية. الحلول المعنوية هنا مش معنوية بالمعنى الحرفي، لكن بعض النصائح اللي نمشي عليها، بالتالي هنقدر نضمن لنفسنا حياة صحية ولايف سبان أطول شوية. الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. لما بقول هنا الرياضة، ده مش معناه أبدا إن إحنا نروح ناكل الحديد ونكسر الأجهزة بتاعة الجري والبطن والكلام ده كله إطلاقا. كل اللي طالبه تخصيص جزء بسيط من يومك، تنزل تتمشى وتحرك الدورة الدموية بتاعتك. الموضوع ده هيبقى مفيد جدا، خصوصا في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي. أنسب وقت للرياضة او للمشي او لتجديد الدوره الدمويه في شهر رمضان، انا بصراحه بفضل انه يبقى قبل الفطار. ساعتها هنا الجسم لما هيجي يحرق علشان يطلع طاقه، مش هيحرق من حاجه انت كلتها لانك صايم، هيحرق منين بالظبط كده؟ هيحرق من المخزون القديم اللي موجود عندك. بالتالي هتبدا تفقد الوزن بشكل طبيعي جدا وبشكل صحي جدا. الالتزام بنظام غذائي صحي مهم جدا على فكره. حوار النظام الغذائي الصحي ده، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جسمنا متبرمج على حاجه معينه، بالتالي احنا لما هنخرج بره البرمجه دي يحصل اختلال او هيحصل نوع من انواع الغلط. من خلال البرنامج بتاع الجسم 7 عناصر مهمه لازم تكون موجوده علشان ينطبق عليه النظام الصحي. من ال7 لو جيت اهملت 2 بدات تكتر في 5، يبقى هنا لسه في حاجه غلط. زي ما حصل من شويه، قالك انا ما باكلش خالص، هي طقه واحده في اليوم، بس المصيبه ان هي طقه فيها كل المصايب السوداء. ما طبقتش الشروط بتاعت ال7 عناصر. انت في الطقه الواحده دي دخلت كربوهيدرات، دخلت دهون، دخلت بروتين، واهملت الياف، اهملت خضار، اهملت فيتامينات، اهملت معادن. بالتالي هي طاقة واحدة ولكن غير صحية، ينتج عنها لايف ستايل غير صحي ووزن زائد. إياكم والأبيضين، الملح والسكر، على قد ما هم مهمين ومطلوبين في الأكل بتاعنا، لكن الإكثار منهم بصورة غير طبيعية مصيبة سودة. خليك من واحد عامل كده لواحد عامل كده. عن تجربة شخصية، كان وزني زيادة شوية، حاولت إن أنا أتبع أنظمة غذائية كتير، ولكن أنا اللي كنت مقصر. ما بدأت تدريجيا أقلل من السكر والملح، لا الموضوع بيفرق جامد. ما تاكلش وتنام.
اكبر غلط ممكن تعمله لنفسك تاكل وتنام. يعني هو يعني الجسم هيفرق اذا كنت صاحي ولا نايم؟ ما هو كله بيدخل وخلاص. ما هي دي المصيبة، ان الجسم ما بيفرقش. لو انت عقلك نايم جسمك ما بينامش، بيفضل يتحرك جوه ويعمل العمليات المطلوبة منه. اثناء الصحيان في حركة وبالتالي بتحرق، انما وانت نايم جسمك جوه عمال يشتغل لكن انت ما بتتحركش. مفيش تجديد للدورة الدموية. تاكل تنام تصحى زعلان. كل اللي احنا قلناه قبل كده ده حلو وجميل، لكن معدله ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني ده بالظبط المعدل اللي الجسم محتاجه الطبيعي علشان ينزل في الوزن بصورة طبيعية وبصورة صحية. وانت دلوقتي شايف نفسك مستر اولمبيا، عندك بطولة بعد فترة، انت شايفة نفسك مس ايجيبت، محتاجة تخسي بصورة سريعة علشان عندك فرح، عندك سيشن، عندك كذا عندك كذا. هنا نروح للحلول العلاجية. خلينا متفقين ان الحلول العلاجية لوحدها مش كفاية، لازم الاتنين يكونوا بارالل مع بعض. يا فرحتي واقف قدام المراية باخد صورة شكلي فيها خارجيا حلو لكن من جوه الدنيا بايظة خالص. يا ريت نمشي الاتنين مع بعض. بالنسبة للحلول العلاجية بصراحة قسمتهم لتو كاتيجوريز. حاجات لسد الشهية بتديك شعور بالامتلاء، تاني حاجة حوارق للدهون، دي بتتاخد قبل الأكل بتتاخد بعد الأكل. من الحاجات اللي مشهورة جدا في المشبعات الكروماكس، توب جينج، سيلفستر. بالنسبة لي دول أهم 3 مشبعات في الصيدلية. هل في حاجات تانية؟ هو في، ولكن ال3 اللي أنا اتكلمت عليهم دول يعتبروا أهم 3 بالنسبة لي. طب زي إيه تاني؟ البايوكات، الكروميترون، اليوبيكات. كويسين، أسعارهم ممتازة وعلى طول متوفرين وفي المتناول. طب بالنسبة للحوارق، لا 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 لا، عندنا الكبير وعمهم الأورلي، وفي زيه بالظبط باسم تاني الأورليستات، الميرتي. في حاجات تانية في الحاجات المستوردة زي الزينيكال، والله دول حاجات اوبشنز، عايز تجربهم مفيش مشكلة. طيب هل في حاجات بناخدها ككومبو مع بعض؟ هل ممكن اخد حاجة من المشبعات مع حاجة من الحوارق؟ اكيد طبعا لازم. ومن افضل الكومبوهات بالنسبة لي سيلفستر مع الميرتي بعد الاكل قبل الاكل. الكومبو المفضل الاورلي مع الكروماكس. وخلاص عرفنا ازاي ناخدهم مع بعض. كده انت معاك التشكيلة، شكل براحتك، بس أهم حاجة يكون باستشارة طبيب. في علاج تاني في الأساس بيستخدم كعلاج للسكر، ولكن وجدوا إن من بعض أعراضه الجانبية إنه بيدخل في إنقاص الوزن، ولكن النسبة أو المعدل اللي بينزل بيها الجسم من خلال العلاج ده مش كبيرة، تتراوح ما بين 3 أو 4 كيلو جرام على فترات طويلة جدا. للناس اللي عايزة تجربه انتوا أحرار. سيدوفاج أنا بصراحة ما بأيدوش، لكن في ناس بتاخده. ثم تأتي الطفرة في العلاج، حقن الساكسندا أو حقن الأوزمبيك. المواد الفعالة بتاعت الحقن دي سيماجلوتيد والليراجلوتيد. زي ما اتكلمنا على السيدوفاج بياخدوه الناس اللي عندهم السكر، ولكن وجدوا ان الساكسندا والأوزمبيك لهم تأثير قوي جدا على إنقاص الوزن. ولكن اوعى ابدا تروح صيدلية وتاخده من دماغك، لازم الأول تروح لدكتور وتكون عامل تحاليل، بالتالي الدكتور المعالج هيبدأ يمشيك على الحاجات دي ويديك الجرعات المناسبة بتاعتهم. كفاعلية بونو. للأسف الحاجات دي ناقصة في السوق شوية. نزل البديل بتاعهم في صورة إقراص، وهو منتج الريبلسز بالتركيزات 3 و7 و14. ممتازين، برضو ما يتاخدوش إلا باستشارة طبيب. وبكرر تاني، اوعى أبدا تاخد العلاج لوحده من غير نظام صحي، ده بيكمل ده. النظام الصحي لوحده عادي مش مشكلة، أما العلاج لوحده زي ما قلنا قبل كده مشكلة. جسمك أمانة بين إيديك، حافظ عليه وحافظ على صحتك. سلام.